السلام عليكم بنات الجواد ولاد الشرفان، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله، في امان الله، بصحه جيده وبشر مباركه. اليوم يكون قراءه في المطبق البنت البيضاء. حالك واحوالك ان شاء الله. قراءه كامله البنت البيضاء، وغندزولك ان شاء الله الخط. بالنسبه للبنات اللي بغاو يتواصلوا معايا راح نحط لكم الرقم في اول تعليق. اللي خصها شي حاجه خاصة الفسخ، تفسخ ديال التبطيل، فسخ ديال الدوش، تواصل معايا البنات. كنصيفط جميع المدن اللي خصها شي حاجه. مرحبا، شكرا البنات اللي كيتولوا فيا في الخاص، الله يسهل عليكم اجمعين. نديروا الخط ان شاء الله خير. انت البنت البيضاء، حالك احوالك، الطاقه الروحيه رجال الله. البنت البيضاء، قلبك على كتبه، قلبك على شي وراق مغيره عليهم، كتسني كتنتظري، المهم عندك انتظار. هذا الانتظار معصبك مقلقك زعفانه ديال بصح. شي حاجه كتسناها بفارغ الصبر، عصباتك قلقاتك، ما خلتش لك الطاقه والجهد ديري بالك بزاف بزاف. التفكير ديالك مشتت بين الطريق وبين البلاد البعيده، وكتراقبك واحد السيده سمراء، واحد السيده كتراقبك، دايره معاك البال، كتبغي تعرف عليك شحال من حاجه. المهم ردي البال. وعندك سفر اختي، وعندك الطريق، وعندك البلاد البعيده. وفي نفس الوقت هاد الطريق ولا البلاد البعيده غادي تعرضي لشي حاجه ديال الحرام، يعني شي انسان بغى يدير معاك الحرام ولا شي حاجه. المهم ردي البال وصافي. تبشيره ديال رجال الله. عندك هنا طاقة روحية، ربما درتي فسخ ولا تبطيل، ولكن عندك تجديد طاقة ديال السحر على 5 الأوقات. يعني عندك غادي تعرضي لطاقة جديدة ديال السحر، غتخطي ولا شي حاجة. والبيضة عندك سحر تراكمي، العين تراكمية، يعني خاصك ديما تبقاي تجدي راسك الفسخ. انت مش واحد الانسانه كتفسخي وكتقولي ما عييت ما نفسخ. البنات اللي كيلقاو راسهم باقي عندهم العريض، واخا كيديروا الفسخ، واخا كيديروا بزاف د الحوايج، باقي امورهم هي انت عندك العين التراكميه. يعني مثلا كتكوني فسختي شهرين ولا 3 شهور وكتقولي يلاه فسخت، انما خاصك تبقاي ديما تبخري، وديما ديري وصفات ديال الدوش ديال العين. يعني العين تراكميه، خاصك تعرفي كيفاش ديريها، بحال شي انسان مريض بشي حاجه وشي دواء خاصو يشربو مدى الحياه، شي مرض مزمن. هاكا العين التراكميه. هادشي اللي كاين بالنسبه للبيضه. نديرو تبشيرة الخير. عندك اوراق كتبه على العتبه، مهم العتبه غادي ان شاء الله تكون فيها كتبه ولا خير ان شاء الله. والكتبه طابله المخزن. طابله المخزن عندك فيها فرحه، شي ورقه، شي حاجه، شي تبشيره. المهم عندك طابله المخزن فيها تبشيره الخير. العتبه اختي فيها الوريقات. وعندك اختي طاقه ديال الحرام، شي حد داير معك البال، شي حد باغي يهضر معك في الحرام. مهم كاين هنا واحد السيد السمر كيراقبك وفي نفس الوقت غيقول لك الهضره على علاقه ديال الحرام. وهاد السمر اختي طايح على اساس كتبه، وعلى اساس الزواج، وعلى اساس فرح، ولكن كنشوف عقله بزاف مع الحرام. يعني في نفس الوقت كيشدك بالطاقه ديال الزواج، ديال الفرحه. زعما راه كاين الزواج، كاين كتبه، كاين، ولكن كنشوف عقله مع الحرام، عقله مع الحرام. هانتي ها هو كاين فين طايح في العتبه، غيتقدم غيهضر مع المراه الكبيره ياك. ولكن كاينه هنايا طاقه ديال الحرام مع السيد الاسمر. خاصك البيضه ديري الفسخ الاسبوعي كامل من اثنين لحد، ما تحبسيش، لان عندك العين قويه هالكاك البيضه. كتمرضي بزاف وكتجمعي في خاطرك، عندك العصب بزاف، وعندك سحر وعين اللي هالكاك في صحتك. واخا كتخرجي واخا تلبسي، ديما عندك ذا الضيق في نفسك، كتحسي براسك مخنوقه ومزموته، وربي اللي يعلم بك. واحد توصل واحد الوقيته كطلع معاك الرعده من رجليك البيضه. هانتي كنشوفك هنايا عندك كثرة الرايات والشوارات
ودايرين بك بزاف ديال عباد الله. عندك حساد نسا حاسدينك وغيرين منك ودايرين معاك البال، واخا انتي تتكوني ما بينك وبين الوحده حتى حاجه كتحسدك. ومن ناحيه الرجال كيعشقوك في الحرام بزاف. هذا هو اللي كنقولوا الانسان ما عندوش الزهر في البنت البيضاء. ان شاء الله عندك تبشيرة الخير، غادي تفرحي باذن الله، وغادي تكون عندك طريق زاهيه، فلوس وزهار وحاجه جديده. ولكن من الاحسن البيضة بعدي من هاد العتبه، سواء مع الناس اللي دايرين بك على ورقه الدم، يعني الناس اللي معاوك على على دار الوراثة، ولا عائلة، ولا بالأخص البيضاء اللي عندها الشباب، البيضاء المطلقة، البيضاء اللي عندها تأخير الزواج. سعدك وحظك واقف. من الأحسن بعدي من هاد العتبة، خرجي من هاد المجمع. ما عندهم في زايدينك غير بالمرض وبكثرة الشكا والهضرة والنميمة والحقد. انت دايرة في واحد الدوامة ديال الناس مرض ومرضوك في صحتك، وكتهزي الهم، كتعطي الكبير والصغير، وهزة الهم الكبير والصغير، وانتي حتى شي حد ما عقل عليك. شوفي البيضة، شوفي في هاد الطريق الجديدة، وهاد الطريق وعندك عتبة جديدة وتبشيرة الخير. تبشيرة الخير على طابلة المخزن. كاع اللي عنده شي هم شي مشكل في طابلة المخزن راه عندك ان شاء الله فرجا من القريب. كنشوف كتشوفي بالزهر، واختي كنشوف واحد السيد ابيض بينك وبينه فراق، بينك وبينه غيار، مخاصمين واصلين طاملة المخزن، كنتي معاه على علاقة انقطعتو، واقف لك في العتبة وباكي ومشموت. ربما ظالمك وربما قهرك مشموت وندمان وباغي يهدر معاك، وفي نفس الوقت راه عنده شمتة ديال الفلوس، مخرج فلوس صحيحة ماشي له وجايينو فلوس. وهذا السيد البيض عنده ركوب الحديد، وكنشوفو ايدو متقوبة. يعني ما نقولش لك ايدو متقوبة زعما راه سخي، ولكن الريح اللي جاي يديه، ووقت الوقت المعقول سقرام، وقت الضحك والتخربيق كيخرج الفلوس. ولكن كتحتاجي هاد السيد ما تلقايش، يعني هذا هو الريح اللي جاي يديه. يعني كاين فرق بين السخاء وبين البخيل وبين ايدك متقوبه. يعني هاد السيد تنقول يدو متقوبه يعني كيدير الفلوس ويخرجهم في الخواخاوي. ومني كتكون الانسان محتاج شي حاجه وخاصو فلوس ما يعقلش لك. يعني انسان الابيض ما عرفتش كيفاش غنميز لك شخصيته، انما شويه ما غاديش تفهميه. هو مريض، من الاحسن تجنبيه تجنبيه، وتا الا كان في حياتك ما ديريش راسك فيه بزاف، لان كنشوف غادي تمرض. ان شاء الله خير، تبشيرة الخير البيضة. كنشوف هنايا تطير ورقة البيت الفراش. عندك مشاكل في العتبة، عندك مشاكل في داركم البيضة، عندكم صداع وعندكم غيار، راكي مخنوقة ومزموتة، طايحة بين يديك ورقة ديال الطبيب. شتي هنايا خارج لك هنا ورقة ديال الطبيب. هانتي البيضة، ان شاء الله غتكون عندك فرحة قريبة البيضة، وغادي تزهري وتفرحي. كاع هادشي اللي داز عليك غادي يفوت باذن الله. ما تجمعيش في خاطرك وما تزعفيش. شتي فين جيتي؟ طايحة بين طابلة المخزن، وعندك كتبة ولا زهر مع السيد المربوع القد. السيد المربوع القد اللي كيشوفك بالكتبة وبالوراق. غتكون عندك فرحة ولا تبشيرة الخير مع السيد المربوع القد، راه كيشوفك بطابلة المخزن وباستقرار. تنشوفك طاجة ومالة، كتشوفي في الشباب، قلبك مقبوط على الشباب وعلى الوليدات وعلى الزهر. راكي مخنوقة، وغادي خصك تكون عندك طريق سفر خروج مهم، غادي تبدلي هاد البلاصه وخيرها في غيرها البيضة. خرجي ان شاء الله، ومن الاحسن فكري في راسك غادي دير قدام. ما خارج عليك البيضة الا القلب الكبير وحنينه، وكتفكري في القراب حتى بقيتي بلا حاجه، كتسامحي وكتعطي،
وفي الاخر تسميتي نتيا اللي ما مالك ومالك ومالك. خليني شنو الهضره اللي كتسمعيها البيضه، الهضره البيضه اللي كتسمعي، هاي الهضره اللي كتضرك في الخاطر، الهضره اللي كتضرك على الشباب، الهضره اللي كتضرك على الاستقرار. راكي ربي اللي عالم بك ومخنوقه ومزموته، كتشوفي في عالم الفرح بالخير والتيسير. عندك قش وعندك اتصال ديال الانسان اللي كان بينك وبينه خصام ولا فراق ولا غيار، غيتصل بك، غيهضر معاك، غيشوفك، مهم غيكون بينك وبينه شي خبار. هانتي خبار. وعندك اختي حتى واحد السيده حنطيه دايره معاك البال، حاضياك حاضياك. كتغير منك صح، وغادي توصل لك شي خبار. يعني في نفس الوقت راه ما عندهاش معاك، كتبين راها كتبغيك وعزيزة عليها ولا، ولكن راه الحقد والسلب على قلبها. اخبار الخيرة البيضاء. هانشي كنشوفك طاجو مالا، الكارطة ديالك كتخرج خاوية من ناحية الرجال، يعني كلشي طلع لك في الراس، باغا تستقري ماديا وباغا تشوفي حياتك البيضاء، احسن حاجة ما درتي. هانتي فين جيتي، غادي تفرحي وغادي تزهري، كوني اكيد غادي تفرحي وغادي تزهري. انا كنواعدك حتى غادي تفرحي وغادي تزهري. ردي بال من السيده المربوط القد، السيده السمراء، السيده السفرانيه اللي باكين بالدم من جهتك، غيرين منك وحاقدين، هازين غمة في قلبهم. ها انت غادي تزهري وغادي تفرحي. ها انت قدامك علامة الفرح، تبشيرة الخير والتيسير. كاين هنا قدامكم القلم، باغا تفسخي، باغا ديري شي حاجه درتي بديتي ومازال ما كملتيش، المهم راكي سايره علين خدامه. ها انت غادي تفرحي وغادي تزاري، غتجيك اخبار الخير على السيد اللي عنده البلاد البعيده، شي سيد كيمشي لبرا كيخرج عنده اوراق، المهم داخل باب العتبه وتسمعي عنده اخبار الخير، غادي تبشري معاه بعلام الفرح، ويكون بينك وبينه استقرار ان شاء الله. السيد الحنطه يطيح بين يديك، واخا بالوقت كيتخربق، عنده مشاكل مع المراه الكبيره، مع امه، مع اخته، مهم مشكل، عنده ظروف عائليه ومشاكل شخصيه وربي اللي عالم بيه، ولكن كيخبي، كيتعامل معك خايب ولكن ما عرفش شنو السبب، عنده مشاكل مع المرأة الكبيرة. هذا السيد الحنطي. السيد السمر طيح بين ورقة الحرام، باغي الحرام وفي نفس الوقت قاصد باب العتبة، يعني كيبغي واحد العلاقة تسير مدة، غادي يسير. انتي هادشي ما صالحش لك البيضة، من الاحسن دخل العتبة مرحبا، ما يدخلش كاين شي علاقة اخرى اللي فيها فلوس. شو نتيا كيفاش دايرة، لان كنشوف كتحاولي تبعدي من الحرام والحرام تابعك، كتباعدي من كل الطرق ديال الحرام والحرام لاصق فيك. تبشيرة، البيض كيراقبك البيضة، مصدع مغير ماشي له فلوس وجايينو فلوس، راه عنده مشاكل وغيار. البيض ما كيفكرش بعقله، طيش للريح اللي جاي يديه، نعاود مرارا وتكرارا، وغادي يرجع نادم ومشموت عندك البيضة. يعني داكشي كيبقى ديالك، اختيار ديالك. اهم حاجة هي تفسخي ليا راسك وتبعدي من الناس، انت راه اصلا خلاص مبعد عليهم، ولكن الوحده اللي سلمت عليك ردي البال، لسانك لصحتك لحوايجك، يعني انت ما عندك في البشر خير. هذا ما كان. غادي ندير لك ان شاء الله تحليفه تابع هذا الفيديو، نخلي لكم قراءه بوحديتها، والتحليفه غادي نديرها لكم ان شاء الله باختيار ديالكم، اللي كتقسم على 6 البنات وانتم كتختاروا الرقم ديال الخط ديالكم. الله يسهل عليكم، ونخلي لكم الرقم في اول تعليق. يلا البنات الله يعاونكم.